نبدأ النهاردة التغطية الأسبوعية للأسهم المصرية. أول حاجة معانا المصرية الدولية للصناعات الدوائية. طبعا أنا عندي كان فيه هبوط قوي، وبعد كده عندي حصل دبل بوتوم، نموذج انعكاسي. عندي القاعدة أعلى من اللي قبله، معنى كده إن عندي قوة شرائية عالية قوي على المدى البعيد. فهنشوف احنا الوضع على المدى القريب برضو. نبص كده على الفريم اليومي، هنلاقي إن أنا عندي كان في الزجزاج الصاعد اهو. خلينا نرسم الهيكلية بتاعت السوق بتاعتنا اللي احنا معتادين عليها. السوق صاعد، بعد كده هابط، صاعد، بعد كده هابط. القاع اخر قاع لحد دلوقتي، بعد كده صاعد، والقاع ده بدأ ان هو يعمل لي هنا نموذج راس وكتفين واتكسر. بعد كده حصل صعود. طيب ايه الوضع اللي عندي الفترة الجاية؟ الفترة اللي جاية هيبقى عندي في قناة سعرية هابطة. يعني انا ما فضلتش الشراء دلوقتي، وخصوصا لو هنا في عندي نموذج انعكاسي للصعود اللي قدامي ده. الصعود البسيط ده يعتبر صعود تصحيحي، وهيحصل هبوط تاني قبل ما السعر يكمل. ده التحليل الفني بتاعه. يعني اعتقد ان هو لو افترضنا انه هيبدأ يصعد، هيوصل على المنطقة دي قبل ما يبدأ السعر يكسر القمة اللي عندنا هنا. طيب خلينا نبص على الفريم الصغير. هنفتح فريم الساعة. لسه انا عندي في فريم الساعة اتجاه صاعد، ما اقدرش اقول ان هو يهبط خلاص 100%. القناة دي، شايفين القناة اللي انا رسمتها بالابيض دلوقتي؟ خلينا اديها لون كده عشان تبقى باينة. القناة اللي احنا رسمينها دي لو اتكسرت لأسفل، فانت اصبر بقى، عشان معنى كده ان هيحصل عندي هبوط الأول، فما تشتريش دلوقتي. وطبعا لو كسرت القمة دي تقدر ان انت تشتري خلاص. يبقى معنى كده ان المنظر، القناة الكبيرة اللي هي العلم اللي على الفريم اليومي ده، بص الفريم اليومي ده يعتبر علم، معنى كده العلم ده هيصعد. طيب يعني في النهاية السهم ده هيصعد. السهم ده في النهاية هيصعد، ولكن احنا بنتكلم بس احنا ناخد الفرصة الشرائية منين. يبقى عندي اختيارين: كسر المنطقة دي ممكن تبدأ تشتري، ما كسرهاش وكسر المنطقة الحمراء، بدأ السعر ان هو يهبط معايا، يبقى لازم تستنى لما السعر ينزل ويبدأ يكسر لي القمة الجديدة اللي هو عملها هنا دي. خلينا نرسمها. يعني لو السعر بتاعي ده نزل هنا كده، ايا كان نزوله هيبقى فين، فدي بالنسبة لي المنطقة السعرية الجديدة اللي انا لو كسرت ابدأ اشتري منها. طول ما السعر عمال يعمل لي في زجزاج زي ما احنا شايفين كده لهبوط، احنا هنفضل مستنيين لحد ما يكسر لي اخر قمة عندي. تحليله جميل وسهل جدا، ولكن هو في النهاية صاعد. يعني ايه في النهاية صاعد؟ يعني اللي مشتري السهم يقدر يحتفظ بيه، ما يبيعش دلوقتي، يقدر يحتفظ بيه. طيب نشوف الشركة اللي بعد كده. ده سهم كوبر. نشوف كده. يعني انا ما بحبش الحاجات اللي منظرها كده بصراحة. يعني ده ما انا ما اقدرش احلل. ده يتحلل مالي بس يا جماعة، انا تحليل فني، ده يتحلل مالي. ده انا مش شايف بصراحة ان في منه تحليل على الوضع الحالي. طيب هنخش في اللي بعده، المصرية للإسكان. كنا محللينه احنا قبل كده، وقلنا هو لو كسر المنطقة دي هيحصل صعود. هتلاقوا الفيديو موجود عندنا على القناة، وبالفعل هو كسرها وحاصل عندي صعود اهو. اعتقد الصعود ده هيستمر لحد ما يوصل للمنطقة الخضراء دي. يعني عشان نعرف هيوصل امتى، احنا هنرسم قناة كده تورينا هيوصل عند سعر كام وقت ما يخبط هنا. يعني تقريبا هيوصل لحد 0.44 مثلا ولا حاجة. انت ممكن تخليك في 0.43 امل ليك لو انت مستهدف منطقة عالية شوية، ولكن هو في الفترة اللي جاية صاعد، والسعر يعني مش هينزل أكتر من كده. يعني ده كاستثمار وكمضاربة هو كويس جدا، بس أنا أفضله استثمار. يعني حاجة زي كده على المدى البعيد، وخصوصا لو كسرت لي القمة دي، فمعنى كده إن هو هينطلق إلى أعلى. طيب نخش في بي انفستمنت، نشوف وصل لفين. وده احنا كنا محللينه قبل كده، احنا قلنا ان هو هيهبط حبة، الناس تستنى شوية، وبالفعل هو هبط اهو لحد يمكن المنطقة اللي احنا محددينها. وبعد كده بالفعل اهو احنا قلنا ان هو سهم قوي على المدى البعيد، وهو فعلا سهم قوي جدا بانفستمنت. وانا شايف ان دي منطقة شراء جديدة. في عندي راس وكتفين اهو، بص هرسمهولك.
عشان تبقى واضحة للناس. خليني ارسمهولك يعني على طول من غير ما ادخلك في تفاصيل كتير. اهو معنى كده ان هو هيكمل لصعود كمان، هيكمل لصعود كمان، كسر لي المنطقة اللي هنا دي، فمعنى كده السعر ده هينطلق إلى أعلى. وده كلامنا اللي في الفيديو برضو عليه قبل كده. طيب خلينا نبص نظرة عامة كده على أبو قير، برضو كنا محللينه، وهتلاقي على القناة التحليل بتاعه وبالفعل اهو كان هابط، وبعد كده من المنطقة دي ارتد عندنا وطلع حبة حلوين لفوق وكسر عندي المنطقة دي، ولكنه لسه ما كسرش آخر قمة عندي. فمش معنى انه خرج من بره المنطقة اللي احنا رسمينها ان هو هيستمر في الصعود. فعلشان نعرف هو هيستمر ولا لأ، أول حاجة نبدأ نرسمها كده، نرسم عندنا قناة هنا سعرية اهي، ادي قناة. المؤكد انه بنسبة كبيرة لازم هيوصل لأرضية القناة دي الأول. لو كسر بعد كده وكمل هبوط يبقى هينزل حبة حلوين وممكن يصل لحد السعر بتاع 69 أو لحد 70. ولكن لو ارتد تاني من هنا يبقى معنى كده إن هو هيكمل صعوده في الحالة دي، هيكسر عندي القمة دي، ومعنى كده إنه هيبدأ رحلة صعود قوية الفترة اللي جاية. أسك واسك يعني حصل فيه حاجة كده، واحد بعت لي يقول لي انت قلت ان اسك هيهبط، ومن ساعة ما انت قلته وهو صاعد وبتاع. والله لو انت كنت عارف انه هيصعد الصعود ده فجود فور يو، فانت احسن مني خلاص. يعني اقول لك ايه، انا كل اللي انا قلته ان انت ما تشتريش حاجة من منطقة صاعدة بالمنظر ده، وهو عموما على فكرة لا يزال على المنطقة اللي انا كنت راسمها اللي هي بالخط الابيض دي. انا قلت ليه، قلت هو، وقلت على فكرة الكلام بوضوح شديد، هتلاقوا الفيديو بتاعه، وانا حللت يمكن اسك اكتر من مرة. قلت ان هو هيصعد والاتجاه او الترند مستمر الى ان يثبت العكس، والمفروض ان هو صاعد، ولكن المنطقه دي مقلقه بالنسبه لي، وبالفعل السعر واقف عندها بقى له فتره عمال يطلع وينزل ويطلع وينزل. وممكن يطلع على فكره، انا ما قلتش لا، وبالدليل ان احنا راسمين اهي منطقه جديده ان هو ممكن السعر يوصل لها. كل اللي انا قلته في حاله زي كده انك ما تشتريش حاجه من هنا، لان احتمال انها تطلع او تنزل 50 50، ممكن يكمل وممكن لا. لكن لو اشتريت من تحت من هنا الاكيد ان هو صاعد. هو ده اللي انا قلته على فكره. فيعني هو الموضوع انا مش داخل معاك عنده. والتحليل الفني يا جماعه ما هوش حاجه 100% بتبقى صح، اللي فاهم كده انت غلطان، حضرتك انت غلطان. احنا لو ضامنين 100% ان التحليل بتاعنا هيبقى صح احنا كان زماننا عاملين مليارات. التحليل ده احنا بنشوف نظريه احتمالات، انت بقى مش فاهم ده وداخل لي قافيه وداخل ان انت عايز تتخانق وتتشاكل وتبين ان انت جامد. خلاص مبروك عليك، لو انت كنت عارف ان هو هيصعد خلاص برافو عليك، انت احسن مني، عايز ايه تاني؟ طيب فده الوضع بالنسبه لي في اسك، ان هو لسه في منطقه عاليه. انا ما باخدش حاجه طايره كده يا جماعه، انا بشتري الحاجات اللي عليها تخفيض، بشتري سعر سهل يكون عندي من تحت، ما بشتريش حاجه طايره من فوق كده. تعال نشوفه على الفريم الشهري كده ونتفرج. اهو انا اشتري من هنا، شايف المنطقه دي اتكسرت اهي، انا اشتري من هنا، اخد خير السهم. ما اجيش انا من فوق واشتري يقوم ساقط عليا ونازل عليا. وده ياما بيحصل وياما شفناه على فكره. وانا متاكد ان اغلب اللي بيتفرج عليا دلوقتي هيقول لك انا ياما اشتريت حاجات واول ما دخلت قامت هابطه عليا. السبب والسر في ده هو ان انت شاري من فوق مش شاري من تحت. انا اتكلمت في الموضوع ده كتير فمش عايز يعني اخش في تفاصيله اكتر من كده. تعال نشوف الشمس. ادي الشمس اهو كنا محللينه برضه. بص يعني يا جماعه التحليلات اللي انا عاملها دي والله العظيم انا سايبها زي ما هي. يعني ارجع للفيديوهات، ارجع للفيديوهات اللي عندي، عشان انا مش كل فيديو هقعد استدل لك بيه. اتفرج على كل الفيديوهات اللي عندي. ادي التحليل اهو بتاعها، وبالفعل بص السهم اهو كنت راسمه لك ان هو صاعد. تعال نخش على الفريم الصغير اهو. اهو ادي اللي احنا قلناه، انا من المنطقه دي كنت محلل قلت ان هو هينزل، قد يصل لهنا او لهنا، وعشان كده كنا راسمين السهم ده، وبعد كده هيبدا صعود. وبعد كده يبدا صعود. طبعا انا يعني النزول ده ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده، عشان محدش يقول لي اصل انت راسم السهم بميله يعني. مش عارف اقول لك ايه. اللي هيفكر كده يا جماعه ما يتفرجش عليا خلاص، عشان بس نخلص من القصه دي. ولكن هو في النهايه عمل فعلا ريتريسمنت او تصحيح، وبعد كده صعد تاني. ده بالنسبه للشمس كده. نشوف ايديتا، بقى كتير ما بصيناش عليه. صاعد، ايديتا صاعد، ويعني هو في منطقة جميلة دلوقتي. يعني هو انا لو انا هشتري من هنا واستهدف المنطقة دي، ممكن يكمل بعدها طبعا ممكن، بس انا مش هخاطر واستنى كل ده. انا هشتري من هنا واستهدف المنطقة دي، وقف خسارتي عند القاعدة، وقف خسارتي عند القاعدة.
لو السعر طلع ونزل وبعد كده كسر لي القاعدة، معنى كده السعر هيبدأ هبوط قوي. طب أكمل فيه ليه؟ دي فكرة وقف الخسارة يا جماعة، عشان اللي مش فاهم احنا بنحط وقف الخسارة ليه. فكرة وقف الخسارة إن أنا بخش السهم لما يكسر قمة، بخش السهم لما يكسر قمة واتكسرت، أشتري من هنا أو من هنا. طيب وأوقف إمتى السهم؟ لما يكسر قاع، لأن معنى كده إنه هيهبط، فمعنى كده إنه هيكمل هبوط. ما تجيش بقى تحط لي وقف خسارتك كده بالظبط، يتحط تحته بشوية. أديك شايف الشموع اللي بتنزل تلوش كده ساعات، يتحط تحته بشوية، وقف خسارتك يبقى هنا. فلو أنا أشتري عند 32، وقف خسارتي عند 27، أستهدف سعر 34 ونص. أنا أعمل كده. تعال نشوف على الفيلم الصغير، هتلاقي عامل لك نموذج هنا انعكاسي من قبل ما أبص أهو. بص كده، السعر كان نازل اهو، بعد كده بدأ يمشي عرضي. اول ما يكسر الحته دي كده، يعني يكسر لك سعر 32 مثلا 200، اول ما يوصل 32 200، لو انا هشتري، انا ما بديش توصيات مباشره يا جماعه عشان بس الكلام يبقى واضح، انا بس بتكلم مع اخواتي يعني. لو انا هشتري من هنا واستهدف المنطقه دي، واقف خسارتي عند القاع اللي عندي هنا. نشوف بنك تنميه الصادرات. ده محل النهوش تقريبا قبل كده. طاير 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 قوي، طاير قوي. لا لا لا، انا ما اشتريش من ان هو هيكمل وبتاعه، والمنظر بيقول ان هو هيفضل حب، لكن انا ما عملتش كده في نفسي. لو انت شاري طبعا خليك شاري. كل يا جماعه خدوا بالكم، كل الحاجات اللي انا بقول ما اشتريش فيها، ده للناس اللي لسه هتشتري. الناس اللي شاريه تخليه، ده معناه ان هو طالع، فاهم يعني، ده معناه ان هو لسه طالع. الناس اللي شاريه مفيش اي اشاره انعكاسيه تقول ان هو يهبط، بالعكس هو ممكن يكمل كمان. عشان بس ما حدش يلبس بدون ما اكون قاصد ان هو يبيع او كلام من ده. انا ما بديش توصيه، قرارك في البيع والشراء ده قرار شخصي، انا ماليش دعوه بيه خالص. انا بقول وجهه نظري التحليليه عشان الناس تتعلم او تستفيد بس. نشوف المحاصيل الزراعيه، نفس القصه، طاير في الهواء الشاشي. لو انت شاري عايز تخليك خليك، عايز تخليك خليك. انا بالنسبه لي انا ما اشتريش من فوق كده، وممكن كمان يكمل، ده هو لسه في صعود يعني. بص لسه عندك قناه اهي صاعده اهي. امتى تقلق بقى؟ لو كسر لك القاعدة ونزل تحت شوية وكسر معاه القناة دي وبتاع، تبدأ ان انت تقلق. لكن المنظر ده يعني ما شكله طالع لسه ان شاء الله. نشوف نهر الخير، صاعد صاعد ما تبيعش، بس انا عن نفسي انا ما اشتريش دلوقتي برضه. ده صاعد ده، ما تبيعش. آه لسه. انا بالنسبة لي ده علم جميل قوي، لما يتكسر ناخد شقة. بالنسبة لي ده علم جميل قوي. علم يعني دي السارية، وده العلم بتاعها اللي بيرفرف وبتاع يعني. ده كليشيهات وبتاع، بس ما علينا. هو بالنسبة لي أنا هو كويس يعني. لو كسر لي القمة دي أو خرج بره العالم ده، ممكن أفكر في الشراء. وهو جميل يعني الحقيقة. بس خلينا نعمل له برضو حاجة كده لطيفة. اعملوا زيي بقى، اللي عايز برنامج اللي أنا بحلل عليه ده يا جماعة، أنا أعمل له فيديو هتلاقيه على القناة أهو. هو ممكن بالنسبة لي ينزل شوية وبعد كده يصعد، عشان كده بقول لك لو كسر العالم ده، لو دخلت على الساعة ممكن تلاقي عامل لك هنا نموذج انعكاسي لسه برضه يعني. بس هيبدأ، أنا بالنسبة لي ده يعني النموذج ده أو المنظر ده لما يحصل من منطقة زي كده يعني، ممكن ينزل شوية لسه. وجهة نظري إنه ممكن ينزل لحد القاعدة الأول، وبعد كده يبدأ يلف ويكسر لك القمة دي. عند كسر القمة دي وخروجه من القناة ممكن تشتري. عايز تشتري، لو وصل لهنا فيها مخاطرة شوية بس لطيفة برضه يعني. لطيفة لو أنت اشتريت من هنا تحط وقف خسارتك تحت هنا، لو اشتريت من هنا تحط وقف خسارتك هنا. لو اشتريت بعد ما السعر ده ينزل، بعد ما يعمل كده وكده على كلامي، اول ما يكسر دي المنطقه دي، شايف منطقه السعر دي اللي هي 8 ساعه 8 8 0، اول ما يكسرها تحط وقف خسارتك هنا مثلا. بس يعني ممكن تعمل كده، وتستهدف بقى 1 ل1 او 2 ل1 حسب نظريات الاحتمالات اللي انت شغال بيها. هنشوف النساجون. كنا محللين احنا النساجون، انا فاكر شكله هابط كده الفتره الجايه تعال نفتح الفيلم الكبير بس ناخد نظره شامله كده وعامه. لا هو في اجمالا صاعد يا جماعه، اجمالا صاعد. احنا كنا محللينه صعود، هو إجمالا صاعد. بس نستنى نشتري إمتى؟ نفس النظرية. وجهة نظري إنه هينزل الأول كده أهو، وبعد كده يطلع. دي وجهة نظري. بعد ما يكسر لك بعد ما يكسر لك المنطقة دي، بعد ما ينزل ويكسر،
يعني دي وجهة نظري التحليلية، لكن هو إجمالا صاعد. خلينا بس نعدل الرسم اللي احنا عاملينه بس. يعني أنا دي وجهة نظري. فدي قناة لسه هابطة كده اهي، شايفينها لسه القناة دي هابطة اهي. لما يخلص هبوطه اخده وهو طالع. الموضوع سهل وبسيط، الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج تعقيد يعني. رأيي في وادي كومومبو، يكسر المنطقة دي. هو كسرها بالفعل وعمل ديل. لو الشمعة دي كانت قفلت فوق زي ما هي كده كنت أقول لك تمام، ممكن تاخد صعود. يعني ده كان هيبقى وجهة نظري مع إنه طاير، بس كنت أقول لك ممكن. لكن الديل ده يقلق. يعني شايف إن عندي دي منطقة قوية، فالسعر بيرتد منها. وارد جدا يبدأ يضعف وينزل تاني لتحت. يعني ما انصحكش تشتري، ما انصحكش تشتري. لكن هو على المدى اللي احنا فيه ده هو ماشي، بنسميه احنا مسار عرضي. يعني عمال طالع نازل طالع نازل، ما يتحددلوش حاجة. كسر اللي تحت هينزل، الكسر اللي فوق هيطلع. يعني 50-50 الاحتمالية. عارف لو المنظر ده مش جاي لي من عند منطقة، معلش ثواني بس عشان عايز الناس تبقى فاهم. لو المنظر ده كان حاصل لي مثلا في الحتة دي كده، مش عند الحتة دي، شايفين المنطقة دي كده اهي، المنطقة دي، لو السعر ده كان حصل او المنظر ده كان حصل هنا في الحتة دي، كنت اقول لك انا ارجح اكتر انه يكمل صعود. يعني كنت اقول لك كده. او لو كانت حاصله بعد المنطقه دي كنت اقول لك رجح يكمل صعود، لان الاتجاه اللي جاي لي اصلا صاعد. الاتجاه القوه عندي الاساسيه صاعده. لكن كونه يجي هنا ويعمل كده من عند المنطقه دي، ده معناه السعر عمال يضعف. يعني معناه ان الحته دي الناس بتبدا تبيع منها. المنطقه دي الناس بتبدا تبيع منها. فدي حاجه مقلقه. وجود المنظر ده هنا يخليها فعلا 50-50 حرفيا. 50-50 على قد ما انا جاي من قوه عاليه، على قد ما انا جاي من قوه عاليه شرائيه، على قد ما انا جاي من منطقة كبيرة بيعية. فهو بالنسبة لي هنا 50-50. بس عندنا نخش العربية للمحابس. استنى هبوطه واشتري اللي عايز يشتري. حلو، تستنى ما دي تنزل شوية وتشتري. ولكن انت لو داخل مضاربات ممكن نفتح الساعة اقول لك تبدأ ممكن تخش امتى. شايف الفتفوتة اللي نازلة لي دي؟ شايف الفتفوتة دي؟ اول ما تكسرها خش. يعني نرسم كده اهو، نعمل كده، قناة عاملة كده اهي. لما يكسر لك القناة دي اشتري. ده لو هو داخل مضاربات. بس يعني نفس الفكرة اللي فاتت، ان يعني كان الافضل ان احنا نشتري من تحت النهاية. يعني من قاع بص، قيعان. شايف قيعان دي؟ تشتري من قيعان. قيعان اللي مش عارف بقى يحدد القيمة والقاع والكلام ده، نحاول ان احنا ربنا يشاء بس ونعمل له نعمل كورس او نشوف، يعني نشوف حل للموضوع ده ان شاء الله. ان احنا نشرح بقى التحليل الفني من اوله بقى، يعني من اول الحكاية. طيب عندنا مصر الألومنيوم، كنا محللينه قبل كده برضو زمان، وقلنا يعني يعتبر بلاش منه. وده اللي حصل. بص كده، ده تحليلنا ليه اهو موجود. قلنا عندي ده، ولو كسر المنطقة دي ممكن يصعد شوية وبعد كده عندي يهبط، وعمال يلعب بقى في المنطقة دي. وحاجة عك. يعني أنا ما بحبش أشتري حاجة من فوق، لأنك لو جيت على الفريم الكبير هتلاقيه طاير في الهواء الشاشي برضه. طاير أهو فوق. أنت المفروض تشتري من هنا، من هنا، من هنا يا سيدي، ماشي من هنا. لكن ما تشتريش من فوق كده، ولا اشتري لي دي. شايف دي؟ ما تشتريهاش، سعر يعكس عليك وتقعد مخضوض. تيجي تبيع يقوم طالع. مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل معاك. تلاقيه اول ما انت بتقول انا فاقر، لا انت مش فاقر، انت مش فاهم. دي حاجه تانية خالص. وبعدين انا كسر عندي القمه دي اهو، السعر كسر. يعني وارد جدا ان هو ينطلق الى اعلى. انا ما عنديش مشكله. بس هل انت تضمن ان هو ينطلق الى اعلى؟ لا، بدليل ان هو هبط اهو. عشان كده ما بحبش اشتري حاجه. تخيل بقى اللي اشتغل من فوق كده. بص اللي اشتغل من هنا حصل له ايه. نشوف سماد مصر. معلش يا جماعه الفيديو طول معايا فبحاول اجري شويه. ده كنا محللينه اهو. وقلنا ان هو لو كسر المنطقة دي هيحصل عندي هبوط. احنا كنا متوقعين له انه يحصل هبوط او صعود خالف التوقعات شوية. لحد دلوقتي نقدر نصحح النموذج بتاعنا ده. وانا اظن ان ممكن يحصل برضه هبوط على فكرة. بس برضه في الاول وفي الاخر احنا ده تحليل فني، مش بالضرورة يكون 100% التحليل صحيح. قلب معايا منطقة عرضية كبيرة اهي.
قلب معايا بنموذج مثلث منطقة عرضية كبيرة. نشوف بقى هيكسر هيروح فين. هنشوف هيكسر هيروح فين. طيب يعني عشان اديك الخلاصة، ما تشتريش في حاجات طيبة كده. يعني بص، انا حتى اخطأت اهو في التحليل بتاعه. انا توقعت انه اول ما يكسر ينزل، او كسر وطلع تاني، وده شيء وارد وشيء طبيعي. وعشان كده احنا عندنا بنحط وقف خساره يا جماعه. احنا لو ضامنين المكاسب على طول ما كناش حاطين وقف خساره، كنا دخلنا بكل فلوسنا وقعدنا نضرب فلوسنا في 2 3 4 مرات 10 مرات، خلاص عملنا ملايين. يعني كل دخلنا ب 100,000 بقوا 200، وال 200 بقوا 400، وال 400 بقوا 800، وبعد كده خلاص دخلنا في سكه الملايين. في 3 4 مرات عملنا ملايين. احنا بنحط وقف خساره لان التحليل بتاعنا قد يخطئ وقد يصيب. احنا بس بنحاول ان احنا مكاسبنا تكون اكتر من خسائرنا. دي الفكره في الشغل بتاعنا. طيب نشوف رميدة. حلو جدا. يعني هو كصوت حلو أوي. حلو جدا، بس يعني كنت أفضل تشتري منين. لكن اللي عايز يشتري ممكن ده ممكن يطلع على الأقل تستهدف المنطقة دي، وممكن يكسرها كمان. يعني ممكن عندك هدف تاني يوصل للمنطقة دي. يعني هو كويس. انت عندك في كذا منطقة. دي منطقة أولى، ودي منطقة تانية، ودي منطقة تالتة. يعني دي المناطق اللي هو مستهدفها. طب عكس عليا وبتاع، هيعكس ايه؟ عمره ما هينزل اكتر من جنيه وربع ولا بتاع. هو اصلا كان بادئ بجنيه وربع ولا بتاع. هيعكس اكتر من كده ايه؟ متقلقش. يعني ده برضو ده استثماري ومضاربي حلو قوي لطيف. يعني ممكن ان انت تشتغل عليه. بس هو يعني بص، هو كان عامل لك القناة اللي انا بقعد اقول عليها اللي هي العلم دي اهي. بص كده عاملها اهي، شايف اهي. تعالى اسمع، بص اهو. وبدأ يكسرها. ممكن ينزل يصحح من هنا إعادة اختبار، ويقوم منطلق بقى معانا. يجيب لك أول هدف في المنطقة دي اللي هي عن سعر 2 راوند نمبر يا سيدي. لو أنت كيف أرقام صحيحة ممكن يجيب لك كده. يعني يجيب لك 30 قرش على السهم الواحد، يعني حوالي 20% ولا حاجة. بالميلز أهو. نبص كده. ده يا سيدي الفكر اللي بقول عليه. بص أهو، بص أنا بس يعني قبل التحليل بص أهو. نزل، طلع، نزل، كسر ده اهو. طلع، نزل، صحح، وطار. هي دي الصفقة اللي انا بقولك عليها. ما بتجيش كتير طبعا. ما بتجيش كتير، مش هقولك بتيجي كتير، بس انت لازم تنتقي الكواليتي. انا اقلق بقى من ده دلوقتي. شايف المنظر ده؟ وارد جدا ينزل حب. ليه؟ عمل اللي احنا بنقوله. ادي راس وكتفين، ادي الراس اهي، وادي كتف يمين وكتف شمال. النموذج ده من النماذج اللي بتنجح بنسبة 70 80% عشان تبقى فاهم. مجرد ما بيجي اهو، كسر، هبط، طلع تاني، وهيبدأ ينزل لك. هيعمل لك هنا القناة اللي احنا بنقول عليها. وإن كان طريقة الرسم بتاعت العلم دي مش صحيحة قوي، المفروض نرسم على القمة اللي قبلها. بس أنا شايف إن هي ينفع، عشان كده مش عايز أوجع دماغي يعني. بس تعالى نفتح بقى الساعة. أتنبأ له بإن هو هيهبط والله هيطلع. لحد دلوقتي هو في قناة هابطة، قناة صاعدة، أنا آسف. لحد دلوقتي هو في قناة صاعدة أهي. لحد دلوقتي ممكن يكمل ويكسر القمة دي. يبقى كده هينطلق إلى أعلى. شايف القمة دي كده؟ شايف دي؟ اتكسرت، يبقى هيكمل إلى أعلى طالما هو ماشي لسه في مساره ده. طيب عمل لك بقى قمة تانية هنا. تعال نفتح فريم صغير شوية ونشوف اهو. عمل لك حاجة من الاتنين دول كده، وبعد كده كسر دي يبقى هيهبط. طيب كسر دي مباشرة من غير ما يعمل الأخضر اللي أنا عامله ده، من غير ما يعمل ده، من غير ما يعمل ده. يعني نزل على طول كده وكسرها، يبقى هيهبط. خلاص، ده السيناريوهات المحتملة. وده عيب للمرة المليون. الحاجات اللي تبقى طايرة من فوق للمرة المليون ده عيبها. انت مش عارف، طب انت هتكمل ولا هترجع ولا في ناس هتبيع ولا. ده من عيوبها. لو انا كنت تشتري منين؟ اشتري من هنا يا باشا. شايف دي؟ بص اهو، عمل لي النموذج اللي انا بحبه. هو كسر، رجع، صحح، ووصل تقريبا للقاع اللي هنا. عشان كده بقول لك حط لي ستوبك تحت شويه. ما تحطوليش هنا بالظبط. بص هنا بالظبط، يضرب لك الستوب هو في الخساره ويطير. هيحصرك. عارف، هو لو كسر وكمل هتنبسط تقول الحمد لله خلعت. لكن مش انه بيحصرك. فانت ستوبك يبقى تحت القاع بشويه. خليني اوضحها للناس اهو. اهي اهي، خليني ارسمها لك عشان في ناس كده معلش بتحب الحاجة تبقى واضحة قوي. اهو اهو. كسر المنطقة دي. شايف المنطقة دي؟ القمة دي كسرها، ورجع تاني نزل، وبعد كده يا باشا انطلق. جاب لك اهو. انت قول انت دخلت من عند الكسر ده.
دخلت من 2.75 وصلك لحد 3، وصلك لحد 3 وعداها. واي حد عنده اي اسهم محتاج تحليلها يكتبها لي في كومنت تحت الفيديو ده، وان شاء الله هننزل التحليل بتاعها في الوقت المناسب لينا. ناخد سهم طاقة نبص عليه، ممكن يصعد، ممكن اليومين الجايين يصعد ولا حاجة، ولكن انا وجهة نظري ان هو مش من الاسهم الجيدة اللي انا اشتريها، لان هو طاير بقاله كتير قوي. ف يعني انا ما افضلش المنظر اللي قدامي ده. يعني بصوا كده، هو نازل وطالع ونازل وطالع ونازل وطالع، لسه عند القمة دي نزل، وبعد كده كسر لي القمم دي. ادي الراس والكتفين اللي بقولك بنسبة كبيرة بينجح. ادي كتف وادي راس وادي كتف، بس ده اسمه انفرسال او مقلوب يعني. وبعد كده طار انطلق. طيب ده على الفريم ال5 دقايق. تعال نفتح بقى على اليومي كده نبص عليه اهو. ده سهم انا بالنسبة لي يتحلل مالي اكتر ما هو فني. ايه بقى اللي قلقني من السهم ده؟ دي المنطقة دي، المنطقة دي منطقة مقاومة كبيرة. السعر قبل كده نزل اهو، طلع لحد فوق ونزل، وقف عندها شوية، وبعد كده نزل وطلع وعمل لي شمعة حمراء كبيرة. انا قلقان. طب كسر هيكمل، ما قلتش لا، بس انا ما اشتريش من فوق من هنا. انا لو هشتري كان ممكن اشتري من هنا، ولكن انا حتى ما اشتريش في الاسهم اللي بالمنظر ده. انا ما اشتريش في الاسهم بالمنظر. كان ممكن اخد من كسر المنطقة بتاعت الراس والكتفين دول، او التريبل بوتوم اللي لو عايز تسميهم 3 قيعان ماشي يمشوا، لان هو الفكرة مش في المسمى، الفكرة في السلوك السعري اهو. عند الكسر ده انا اشتري، ما اشتريش من فوق كده. طب انا بقى دلوقتي واقف في حيرة، هكمل بقى ولا هنزل؟ هي دي المشكلة. فانا ده مش من الاسهم اللي انا افضلها. طيب انا شايف ان هو ممكن يصعد ليه على الفريم الصغير، ولكن انا ما بحبش تحليل قوي على الفريمات الصغيرة، لانها سريعة التخبط. ادي طالع اهو نازل، وادي اهو وقف، ما كسرليش. دي اشارة حلوة، جاي من صعود، اشارة حلوة. بص يعني انا بديك الرأي والرأي الاخر. طلع وبعد كده اهو هينزل، وبعد كده انا بالنسبه لي ممكن يكسر القمه دي او يكسر القاعده. كسر القاعده انا اتوقع على الاقل قوي هينزل لتحت هنا. طب كسر القمه ممكن يوصل لحد المنطقه دي او لحد المنطقه دي. يعني كده الاحتمال الاكبر بالنسبه لي ايه؟ صعود، لانه جاي لي من صعود ولسه عندي مسافه للمنطقه دي. ده الاحتمال الاكبر، بس انا ما خاطرش واخش حاجه زي كده. وهتلاقيه راسم لك اهو، او عامل لك النموذج المثلث اللي خيشنا قبل كده في صفقه من الصفقات انا حللتها وقلت لك يعني مش ما طلعش تحليلي مظبوط 100%. كنت راسم مثلث اصفر كده وعدلته وخليته قناعه ارضيه، مش فاكر كان سهم ايه. بس فدي مشكلة المثلثات. ممكن يكسر اللي فوق ويرجع تاني ويقلب لك عرضي، وانت بتخش في وجع دماغ. ما تشتريش من فوق كده تاني. طيب عندنا بقى في فرصة جيدة قوي على كفر الزيات، تعالوا نشوفها. تعالى نشوف فرصة كفر الزيات. بص كده، قناة صاعدة كبيرة، فريم يومي وأسبوعي صاعد على فريمات كبيرة، مش هزار يعني، على فريمات كبيرة. يعني أنا هكون خدت فلوسي وخلعت خلاص. ادي المنظر. طب تعال نخش بقى الفيلم الاصغر شويه نتفرج. بص بقى، بص الحلاوه. تعالى، هو صاعد وبعد كده التصحيح بتاعه هو مش عيب، وده الطبيعي. مش اللي هو في القناه دي مش هناخد القاعده، احنا هناخد اللي بعده، لان ده كسر اللي قبله ومفيش قمه اتكسرت. يعني لسه ده اهم قاع او القاع الاكثر اهميه من ده، او القاع اللي بنسميه احنا القاع الرئيسي. ده قاع فرعي. هناخد هنا ويطلع بقى. دي ايه؟ متساويه مع دي. نزل لسه. لا دي بالنسبه لي قمه ولا دي قاع. اللهم لا برسم ليه؟ عشان انا شايف قدامي ان هو اتكسر، فعارف ان هو خلاص بقت دي قمه وده قاع. لان دي اتكسرت يبقى اكدت القاع اللي قبله. بعد كده بدأ ان هو هيكسر وينزل، وبدأ ان هو يصعد. تعالى بقى نفتح الفيلم الصغير ونتفرج على الحلاوة اللي حاصلة هنا دي. تعالى نفتح الساعة ونتفرج اهو. ادي كفر الزيت طالع نازل طالع نزل شوية، واقف في خسارتي. المفروض لو انا هدخل عشوائي احطه هنا مثلا، احطه هنا عند المنطقة دي عند سعر 8 مثلا، واستهدف 2 جنيه كمان قده. اللي هم فين ال2 جنيه دول؟ يعني احنا شاريين من 8 ونص، هنوقف عند 8. كام كده؟ جنيه ونص، نص جنيه.
نص جنيه، هنستهدف نص جنيه كمان اللي هو هيبقى عند سعر 9 اللي هو هنا. بص كده التحليل الفني وجماله تقريبا عند فعلا سقف القناة، ممكن ينزل ويكمل ويطلع ويكمل. انا عن نفسي في حالة زي كده استهدف 2 لواحد، يعني انا اعمل وقف خسارتي نص جنيه او احط وقف خسارتي على الرئيسي اللي اكبر شوية. لو انا احط عند 7.5 يبقى كده فرق جنيه اهو قدام ان انا اكسب 2 جنيه. احط التيك بتاعي او ان انا اخد ارباحي عند 10.5 مثلا، عند 10 ممكن 10، ممكن اقول 1 لواحد ونص احط التيك بتاعي هنا. فانا ممكن اخش من المنطقه دي كده، بس استنى ما استعجلش لسه اقول لك حاجه. تحت القاع ده تحته بشويه، واخد ارباحي يا سيدي هنا نقول عند راوند نمبر 10، لان الارقام الصحيحه دي يعني السعر بيزمزق فيها شويه. بص الريشيو بتاعي 1 ل1.67، يعني تقريبا يعني 2 لواحد تقريبا. خلاص يعني ايه 2 لواحد؟ يعني انا اقدر ان انا اخسر هنا جنيه قدام ان اكسب جنيه ونص او جنيه و70 قرش في كل سهم هشتريه. طيب تعالى بقى نفتح الفيلم الازرق ونتفرج على كف الزيات ده عامل ايه بقى ايه جوه القناه اللي احنا كنا راسمينها. والله راحت فين؟ اتمسحت ولا ايه؟ نرسمها تاني مش مشكله. ادي القناه اللي كف الزيات ماشي فيها. انا شايف ان هو كويس جدا، ممكن يهبط شويه بتاع، ده شيء طبيعي يا جماعه. ما تفتكرش ان احنا اول ما بناخد الصفقه بتطير. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. ده بالنسبة لكفر الزيات. تعال نشوف سبيد، تحليل سبيد. سبيد ميديكال اهي، حلو قوي. ده اللي شاري يخليه، ده كنا محللينه قبل كده. اتفرج على التحليل بتاعنا، اتفرج على التحليل بتاعنا اللي كنا محللينه لسبيد قبل كده في فيديو من الفيديوهات. اهو احنا قلنا قبل كده ايه، لو عندي كسر المنطقة دي اهي، شايف المنطقة دي؟ قلنا لو كسرها يبقى هيبدأ رحلة هبوط عندي اهي. ما اتكسرتش، نزل عمل لي شموع انعكاسية. شايفين ده التصحيح اللي دايما اقول لك عليه. ساعات في صفقه من الصفقات على فكره كنت راسم له القناه كده، قلت لك ممكن ينزل لحد القناه دي ويطلع. ادي يا سيدي اهو. قلت لك ولو كسر بقى الابيض ده المنطقه الجديده. طب كسر ده هيطير، هيطير اهو. طب ايه ايه الخط الابيض ده كنت انا راسم هنا، انا فاكر. وغير ان انا فاكر هو ده التحليل قايل لك دي الساريه التيك بتاعنا قدها، يعني وارد جدا السعر بتاعي يوصل لحد هنا، وارد جدا يوصل لحد هنا. طيب عندي انا شايف ايه؟ شايف، تعال نفتح بقى راس وكتفين اهو. تعال اما افرجك بقى. انا شايف راس وكتفين، ادي نزول وطلوع، ادي كتف وادي راس وادي كتف. شايف؟ شايفهم؟ لا لسه راسمهم دول. بعد كده يحصل ايه؟ السعر يطير. طيب التحليل الفني بيقول ايه؟ بيقول ادي ده اول تيك بتاعي. تاني تيك، شايف المنطقة دي؟ قدها تاني من هنا. يعني عندي ممكن نحط هدفين كمان ليه. ده تاني تيك، يعني هو ممكن يوصل معايا لحد 9.5 أو 1 صحيح كمان. وارد جدا يوصل لحد القمة دي. ولو خدت بالك من التحليل الفني بص هو عند القمة دي، عشان كده دايما أقول لك لما يوصل عند القمة ممكن السعر يرتد منها. أدي القمة أهو. اوعى تفتكر التحليل الفني ده حاجة هندسة بالورقة والقلم والمسطرة وبتاع، مفيش الكلام ده تقريبيا، ده كله كلام تقريبي. فهو عند المنطقة دي أنا ممكن أستهدف هنا عشان أبقى في الأمان مثلا ولا حاجة، أستهدف 9 راوند نمبر ولا كده. ده بالنسبة لسبيد، فهو حلو جدا جدا جدا. وانا شايف ان هو يعني كان المفروض ان احنا نشتريه من عند المنطقة البرتقالي دي، بس مش مشكلة يعني ممكن تشتريه من دلوقتي تصبر عليه، بس لان ده ممكن يكون استثماري اكتر من ان هو مضاربي. وكده احنا خلصنا النهاردة، وشاكر جدا ليكم.